فممكن النصر يتأخر ولكنه سيأتي. تأخر النصر ده ممكن لحكمة أنت لا تعلمها، مفيش حد هيعرفها، محدش هيعرف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يعرفهاش، ولكن النصر سيأتي. ولكن الحكمة من تأخر النصر ليه؟ الله جل وعلا بيقول لنا طرف من حكمته أثناء إيه؟ أثناء إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يريدون أن يذهبوا فيعتمرون. فالله جل وعلا يقول لهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم أي نصركم عليهم. والله جل وعلا نصر المؤمنين على الكافرين في غزوة الأحزاب، فهزم الأحزاب وحده دون تدخل من المؤمنين. الله جل وعلا هزم ساعتها الأحزاب وحده، فردهم عن ديار المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرد الكافرين عن ديار المسلمين خائبين خاسرين. فبعد أن سلط عليهم الرياح وكان الجو شديد البرودة فانهزمت الأحزاب والمشركين وانكفأوا كفاءة لا رجعة بعدها إلى المدينة خلاص. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا خلاص. فالله جل وعلا يقول من بعد أن نظفركم عليهم. طب هم هينسوها مش هينسوها، مش ناسيينها للمسلمين ان هم اتهزموا امام المسلمين دون حرب. وساعتها يا اخوه بان قوي ان الله جل وعلا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، ان هو